السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وضع المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش شرطا محددا لعودة القائد رياض محرز إلى صفوف الخضر، وأبلغ بيتكوفيتش مساعديه في الطاقم الفني أنه لن يوجه الدعوة لنجم الأهلي السعودي إلا إطقام رياض محرز شخصيا، بالاتصال به وإخباره بأنه بات جاهزا للعب مع الخضر ولديه الرغبة في العمل كقائد للمجموعة. ويعتبر بيتكوفيتش هذه الخطوة شرطا رئيسيا على رياض محرز القيام به مقابل توجيه الدعوة له، باعتبار أن الآخر هو من طالب سابقا بإعفائه، والآن يجب عليه هو المبادرة لطلب إعادته. ويشير المصدر إلى أن بيتكوفيتش ما يزال يأمل في استعادة النجم السابق لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، ويريد منحه الفرصة لإثبات أنه قادر على أن يكون جزءا من المشروع الجديد الذي يهدف لإعادة محاربي الصحراء إلى الواجهة. ولا يضع بيتكوفيتش محرز في نفس الوضعية مع الأسماء الأخرى التي قرر الاستغناء عنها في لقاء بوليفيا وجنوب إفريقيا، في صورة إسلام سليماني وسفيان فيغولي ورئيس وهاب بن بولحية. ومن جهة أخرى، ورغم رغبته في استعادة خدمته، لا يستبعد المصدر أن يقرر بيتكوفيتش إخراج محرز بشكل نهائي من مخططاته والاكتفاء بالعناصر الموجودة في المجموعة التي بحوزته، إضافة إلى وضع الثقة في أسماء أخرى على الجهة اليمنى من الهجوم، والتي تهج بعدة مواهب صاعدة في صورة النجم المستقبلي لنادي فاينورد الهولندية أنيس حاج موسى. وهنا بدوركم أعزائي المشاهدين، شاركونا الآن بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد.